يا صباح الحياة. عايزين نجمع الستات اللي عندهم داء يعني ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. داء اسمه ايه؟ يا لهوي، هو انا النهارده فاضيه ما وريش حاجه؟ لا، انا لازم اقوم انكش وادور على اي حاجه اعملها، عشان لو ما عملتش كده يبقى انا ست فاشله ومقصره. والله يعني في ناس فعلا كده تقوم من النوم يبقى يعني نعمة ورودة من ربنا، عندها أكلها قبلها بيوم، الشقة الحمد لله نضيفة، العيال مستحمية، كل حاجة يعني متظبطة، بس بتستكتر على نفسها. هو ازاي النهاردة أنا هقعد فاضية ومش هعمل حاجة؟ لا، أنا لازم أدور كده وانكش على أي حاجة، أوقع بقى الدولاب وأرتبه من أول وجديد. يعني اعمل اي حاجه، المهم ان انا ما اقعدش فاضيه، عشان مجرد الفاضه ده او الفراغ اللي انا يعني هقعد فيه، لا ده معناه ان انا ست فاشله ومش شايفه اللي ورايا. انا بتكلم بجد والله، في ناس فعلا فعلا عندهم المعتقد ده، وانا بصراحه مش عارفه ده بسبب الموروثات اللي احنا ورثناها عن اهلنا وعن امهاتنا، ان الست دي لازم تكون يعني مش عارف، مش ما ينفعش انطقها يعني، بس ساقيه بتدور طول الليل والنهار، ولا ده بسبب برضو السوشيال ميديا واللي بقت طول النهار تورينا ستات سوبر وومن، طول الوقت هي بتنظف بيتها وبتراعي ولادها وبتراعي جوزها وعلى فكرة ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. كل دي اصلا يعني مفيش حاجة مثالية، المثالية دي مثالية مزيفة يعني. ف... فبجد محتاجين نراجع نفسنا قوي في حتة، يعني ايه المشكلة ان انا اقعد في يوم فري فاضية ما بعملش حاجة؟ ايه المشكلة انا بقى قاعدة على التليفون بتفرج على التلفزيون، بقرا كتاب، يعني ايا كان ايه ممكن اخليكي تحسي بالاستمتاع شوية لنفسك يعني، ما فيش مشكلة. الا إيه المشكلة لما يوم بستسهل بعمل اي اكل، اي سندوتشات كده عشان انا النهاردة عايزة ارتاح؟ بجد محتاجين قوي نراجع نفسنا في الحتة دي يعني، لاني في الاخر يعني انتي عمود البيت. فالمكنة دي لو مرتاحتش شوية ما هتيجي مرة واحدة وتعطل ومش هتعرف تشتغل تاني. فهوني على نفسك، ووقت فراغك ده ليكي، من حقك ان انتي ترتاحي شوية، ومن حقك ان انتي تقولي انا مش عايزة النهاردة اعمل حاجة، او النهاردة اليوم الفري بتاعي.